السلام عليكم. اللي كان كيتسنى المدرب في الدوره غادي يزيد يصبر معنا شي شويه. بلا شك كتعرفوا على من كنهضر. الرجاء اداء ماشي هو هذاك، ولكن الاهم في هادشي هو ثلاثه ديال النقاط. كلشي هادشي غادي نعرفوه في حلقه اليوم من برنامجكم كوتشين. بالفعل الماتش سالا، يعني تقريبا الجمهور الاغلبيه ديالو الا ما خفت نقول 99.99% ما راضينش على الاداء ديال الرجاء، و1% العاطفه هي اللي كتغلب عليهم بشكل اللي هو كبير، لانه كتبان لهم الاهم فهادشي هي ثلاثه النقاط. انا ما عرفتش واش نكون مع هادو ولا مع هادو، وباش نكون معكم صريح راه ما خصكش تخلي الوداد تهرب عليك والجيش تبعك ونهضه بركان. وما تنساش المغرب الفاسي هي راه جايه في الطريق. انت ربحتي ماتش 3 ديال النقاط. الاداء انا متفق مليار في المية مع دوك الناس 99% ان الرجاء الاداء ديالها ماشي ما عجبهمش، لا كاين تخوف لانه الناس خايفين الرجاء تبقى بحال هكا. ماتشات الكبار تقدر توحل، خايفين من المدرب، بعض اللاعبين، الاداء، الانضباط التكتيكي، الاختيار ديال المدرب في هذه المقابله ضد اتحاد طنجه غريب الامر ديالو. لان قلت لكم واحد المساله قبل، تكلمنا قبل على الاستقرار التقني، زيادة على ذلك المشكل الكبير هو توظيف اللاعبين. يعني التغييرات في كل مقابله كنشوفوا تشكيل، وهذا الشيء عشناه مع شي مدربين قبل اللي لقينا معاهم مشكل. امتى غيلقى التوليفه، امتى غيلعب بحضر ديالو. نقدروا نقولوا الاصابه ديال برقوق ديال النفاتي تلفات ليه الاوراق، ما بقاش عارف باش غيبدا، واش يبدا بفردوسي، واش غيبدا بالشرايبي، واش غيبدا بمكعازي، واش غيبدا يعني عنده لاعبين في وسط الميدان، ولكن لحد الان ما شفناش كره، مازال ما كاينش تكتيكي، ما كايناش كره كتخرج من اللور. اليوم شفنا المدرب بدل كل شيء، لعب ب5 2 3. هشام حبس راه 5 3 2، لا لعب ب5 2 3. شكون هاد 2 اللي كاينين الوسط؟ كاين الشرايبي وكاين حليمي اللي راجع بزاف. حليمي ما كرهتش نشوفه انا مع مكعازي، علاش؟ على انه مكعازي كيعرف يطلع بكره، لاعب ربط بامتياز. غادي تقدروا تقولوا لي لا راه لاعب سخيفه، كنتو كتقولوا عليه ديما، ولكن اليوم تيبان انه احتاجيتوا ليه بزاف، لانه شفتوا الشرايبي، شفتوا الفردوسي، شفتوا بزاف ديال اللاعبين في ميليو تيغا، حتى واحد ما عجبكم. ولكن ما لاحظتوش واحد القضيه، كاين تغيير شي شويه في ديك ربع ساعه الاخرى، دخول بوغرين، دخول مكعازي. شكون يساعدنا في هذا الشيء؟ حتى المدرب ديال طنجه انا تيبان لي انه مدرب مغامر باش تلعب الطريقه باش كتلعب اف سي برشلونه، طلع كل شيء وتبقى في لالين وتخلي الدفاع ديالك خاوي. غادي نقول لك برافو، واخا كنا رابحين بواحد ممكن يجي التعادل، ولكن صراحه مغامره خطيره، لانه المغامره خلص فيها كاش. نرجع ل5 2 3، تنعاود ناكد 5 2 3، 2 اللي كاينين في الوسط، لانه حليمي ما شفنا صانع العاب. ايوا مزيان ملي وصلنا للمساله ديال صانع الالعاب. علاش ما شفنا صانع الالعاب؟ لانه شفنا بزاف ديال الكواري ما عند بانون خفيفي ولا حتى مقدم كيكون وسط الميدان مزير. لعبوا لينا هما ب4-4-2، داروا علينا ضغط عالي، لانه كلشي ولا عايق بالراجا، كلشي ولا كيندافع، لانه الراجا ما بقاتش قادره تخرج كره. باش نكونوا منطقيين، الراجا مازال ما عندهاش داك المليون اللي كيتحمل المسؤوليه، اللي كيلعب تحت الضغط. مكعازي تنشوف فيه شي شويه، نشوف مكعازي مع برقوق مع حليمي، نقدر نغير النظره ديالي ونتسنى شويه بوغرين في الشوط الاول. مزيان مني جلسوا. نرجع باش ما نتلفش لكم الافكار، غنرجع نتكلم على بانون خفيفي ولا مقدم، كيلعبوا بزاف ديال الكواري في الدار كما سبق قلت لكم، لانه ما لقاوش حلول في الميليو تيغ. داكشي علاش كيتلعبوا كواري طوال في الدار. لمن الماتياس الخطوره ديالو مازال ما شفناهاش، ولكن باش نكونوا واضحين راه ما شفناش لا الكرات العرضيه من اليسار ولا من اليمين. لحد الان السيد كيتقاتل، يعني تقريبا كيزيد من عنده، يعني السيد كيصنع فرص من عنده، ماشي كيصنعوا ليه فرص باش نشوفوا مهاجم واش طراز عالي واش كيسجل. اذا انا بالنسبه لي المهاجم ديال الرجاء لحد الان الاظهره ولا الاجنحه مازال ما كاين سونطراج، ما كاينش باس ديسيزيف، ما كاينش اسيست، ما عطاوش كواري راسو راه الشبكه. كيفاش اليوم غادي نحكم ونقول رغم انه التحركات ديالو خطيره؟ نرجع نتكلم على 5 2 3. كانت كتخرج الكره بصعوبه، وقلت لكم كتلعب الكره طويله. 4-4-2 كانت واقفه مزيان اتحاد طنجه وكتعرف شنو تدير. الحل في الكره الثابته، اعتقنا اللاعب خفيفي. كل ما اعتقناش اللاعب خفيفي كنا غادي نمشيو ب 45 دقيقه بهذاك الشكل. الورقه الحمراء مؤثره ولا ماشي مؤثره؟ بالعكس انا بنت لي ماشي في صالح الرجاء. وباش نرجع لكم الورقه الحمراء واش كاينه ولا ما كايناش، طرحت السؤال البارح في البوست اللي حطيت باش نكون معكم واضح. الحمراء ما كايناش، ممكن تكون صفرة، ممكن نقدروا نقولوا الحكم زرب، الحكم ما عليه والو، الفار اللي قال ممكن خداو على اساس انه اللاعب الاخر اللي كان ممكن يمشي يسجل هدف. انا تنشوف ماشي فرصه سانحه للتسجيل، تدخل
قاصح شي شويه ولكن ماشي تدخل خطير ديال الحمراء. ما يتقلقوش مني الرجاويين، هذه الكره كتعرفوني الحياد ديالي كنهضر في كره. نكمل لكم النهج التكتيكي. دزنا للشوط الثاني. الشوط الثاني غادي نجيكم ديريكت. المتغيرات ديال دخول وسط الميدان هو اللي عطى النجاعه الهجوميه ولينا كنشوفوا الكره. وزياده على ذلك كنت سبق وقلت لكم انه اتحاد طنجه غامرات بزاف. كانت لعبه مسكينه ب4-4-2 ولات لعبه ب4-3-1 او بعض المرات كدير كثافه العدديه في الخلف باش كيكون الضغط ديال الرجاء كتلعب ب5-3-1. اذا اتحاد طنجه ما لقاتش حلول رغم انه غامرات طلعات حاولت ولكن ما كانش فرص سانحه للتسجيل لانه الرجاء كان متحكم بزمام الامور رغم الاداء اللي مازال ماشي مقنع بزاف ديال الجمهور ديال الرجاء او 99.99% ديال الجمهور ديال الرجاء. رجعوا نتكلموا العاطفه ديال 1% ديال الجمهور ديال الرجاء وانا معاهم في هذا الكوتي ديال 3 ديال النقاط يبقاو لاصقين في الوداد وفي سلم الترتيب. باش ما طحتي اكثر غتاكل العصا اكثر والاداء يكون مزيان ولا ما مزيانش كلشي غيقولوا سي تخوطا الرجاء ضاعت ليها البطوله ما كاين لاش يلعبوا كره دابا. داكشي علاش مزيان يلعبوا كره دابا. غنرجع للنهج التكتيكي ديال المدرب. واش نفعنا في شي حاجه هذا النهج التكتيكي ولا لا؟ شفنا واحد بعد اخر باش نكون معكم صريح. الجهه اليسرى مازال ما قدماتش المستوى لحد الان. المقابله الخامسه للاعب خماس مازال ما شفناش الاضافه ديالو. الجهه اليمنى نقدروا نقولوا بولكسوت داكشي اللي قدموا بعد في ربع ساعه ما قدموش بولكسوت في 70 دقيقه. وانا عارف ان بولكسوت غيتقلق مني ولكن هذه هي الكره. عرفتوني محايد مره اخرى غنقول لكم شنو كاين. بعد عطى بزاف ديال الكواري الاولى والثانيه وضرب البوطو وتقاتل. والغريب في الامر تكلمت عليه في فيديو ماشي ما من حقيش نتكلم عليه مره اخرى ولكن الله يجازيكم بخير. راه ما يمكنش تضرب اللعاب بالقراعي مازال يلاه قال بسم الله دخل التيران. صبر عليه شي شويه ومني صبرتي عليه راه شفتي شنو عطى. كنحيي الجمهور اللي شجع ودعم بعد في اخر المقابله لانه قدم مستوى جيد في ربع ساعه. قلت لكم داكشي اللي دار بولكسوت كامل داروه بعد في ربع ساعه وبولكسوت ما قدمش شي اضافه. شفناه في 5 دقائق الاولى قلنا الموتور ديال بولكسوت رجع ولكن من بعد طفى يعني ما بانش. المشكل اللي كاين عند الرجاء هو وسط الميدان في استقبال الكره من الدفاع ديال الرجاء. عندنا مشكل هنا في الربط مع مكعازي ولينا كنشوفوا لا لين ديال فريق اتحاد طنجه اللي كان لعب بهذا الشكل ب4-3-2 لانه كانوا كيلعبوا ب4-4-2 ومن بعد قلت لكم الا كان الضغط كيلعب ب5-3-1 لكن في اغلب الاوقات لعب بهذا الشكل ب4-3-2 وفي اخر المطاف فريق الرجاء الرياضي رغم ذلك ما لقاش حلول. ولكن في الشوط الثاني من ولا اتحاد طنجه كلها طالعه باش تجيب كره ديال التعادل كان عندنا الحل هو الكرات في الظهر اللي شفناهم من مكعازي وشفنا كذلك دخول بوغرين اللي اعطى الاضافه للامام ولا كيسلم بزاف ديال الكواري للفريق الرجاء الرياضي ونفعنا في وسط الميدان. بزاف ديال الكواري تعطاو في الظهر وسجلنا منهم هدف. وقلت لكم المغامره اللي دار اتحاد طنجه خلص هكاش وشفتوا البيت كيفاش داير. هاد الوليد الصراحه السميه ديالو راه مازال ما دخليتش ليا الراسي ما نكذبش عليكم ولكن زياده 2008 يدير بهذيك الطريقه وهذيك الفورمه اللي عنده وهذيك المراوغه وفي هذاك التوقيت غادي نقول برافو عليه والحمد لله انه سجل. كل ما سجلش ضيع بزاف كان الجمهور ديال الرجاء ما غاديش يرحمه. رجع نتكلم لكم قبل ما نسالي الحلقه ديالي. قلت لكم كل مره كدوزوا اللعاب وهذه المره النوبه ديال الضحك. بالفعل الضحك ما دارش مستوى جيد ولكن الرجاء كلها ما دارتش مستوى جيد. داكشي علاش ما نحاولوش نظلموا اللاعبين. الضحك ممكن فرصه وجوج وثلاثه ممكن يعطي الاضافه وحتى ساخو. داكشي علاش كنقول للجمهور ديال الرجاء دعم الرجاء لان الرجاء محتاجه لك اليوم. هادو هما اللعابه اللي عندك. انا بالنسبه لي غادي نقول اهم شيء في هذا الشيء كامل هو 3 ديال النقاط. 3 ديال النقاط هي المهمه. علاش؟ لانه ممكن الرجاء تخسر نقاط ما تعوضهاش ولكن ممكن تربح نقاط وتعوض الاداء ديالها مع مرور المباريات. فقط المدرب خصو يفهم واحد المساله هو الحفاظ على نفس التشكيل والاستقرار التقني هو الاهم. توظيف اللاعبين غادي يجي مع الوقت ولكن على الاقل الحفاظ والاستقرار على نفس التشكيله اللي نحاولوا نواجهوا بها الفرق اللي صعيبه. وتابعينا ماتشات ماشي ساهلين. بهذا خوتي نكونوا هنا الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش الله يجازيكم بخير. حاولوا تبارطاجيو المحتوى اللي عجبكم وتحاولوا تلايكيو بشكل كبير وخليوا لي في التعليق ديالكم كيفاش كيجيوكم الحلقات ديالنا شنو بغيتونا نغيروا شنو بغيتونا نديروا. بهذا خوتي نكونوا هنا الحلقه ديال اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.